دايما محتاجين كده حاجة دافية في البرد اللي احنا فيه ده، وكمان تكون سهلة التحضير وغير مكلفة. عملنا النهاردة هوت شوكليت، حاجة كده لذيذة جدا، بدون نوتيلا، بدون قطع من الشوكولاتة. يعني هنشرب وناكل في نفس الوقت، ولذيذ جدا وطعمه حلو قوي، وكمان غير مكلف. اول حاجة عندي معلقتين اتنين من بودر الكاكاو الخام، سواء بقى النوع الفاتح او الغامق. عندنا كمان معلقة من النشا، معلقة يعني كبيرة كده من النشا، لان النشا هو الرابط الاساسي في الوصفه دي. هنضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، والسكر هنا على حسب كل واحد بيشرب، يعني بيحب سكر حلو او قليل، فانا اكتفيت بمعلقتين. عندنا كمان معلقه صغيره من النسكافيه، اللي هي حبيبات النسكافيه. ونبدا بقى ان احنا نقلب بقى الخليط اللي انتوا شايفينه ده. لو حابين ان انتوا تحطوا حبه كده من الفانيليا فما فيش اي مشكله، انا ما بحبش نكهه الفانيليا. لكن ممكن تحطوا كمان قرفه، بتبقى حلوه جدا، عود قرفه. ضفت عليهم كده كوب ونص من الحليب، ولو حابين الحليب يبقى نص ميه ونص لبن فما فيش اي مشكله. قلبنا بقى كويس قوي لحد ما اختفى كمان البودر نهائي، وكمان حبيبات النسكافيه مع السكر ده بالتمام. هناخد بقى الخليط بتاعنا ده ونبدا ان احنا نرفعه على النار. وطبعا يقعد على النار ما بين 5 و7 دقايق يعني. بمجرد ما تحسي ان النور كده بقى كريمي جدا بالشكل ده، هنبدأ على طول ان احنا نصبه في المجات بتاعتنا والاكواب، وهنرفعه على طول من على النار. طبعا هنا انا بحب المجات السودا دي، بعشقها جدا في المشروبات الساخنه. وكمان ميزه المجات دي ان انا دايما حاطه فيها صوره اولادي، واول ما بنحط فيها حاجات سخنه فبتبقى بتظهر معاكي الصوره بالشكل ده. زينيها بقى ب يعني حبه كده من الكريمه، شويه كده من البارشميلو، قطع البارشميلو، وشوكليت كده من فوق مبشور. حاجه حلوه جدا، جميله قوي، سهله التحضير، وكمان في 10 دقايق تقدري ان انت تشربي وتاكلي في نفس الوقت. لايك بقى وشير واشتراك لهبه تي في، وتابعوني بقى الحلقات اللي جايه. باي باي.